كلنا بتيجي علينا مرحلة وبنشك في الحاجات اللي ورثناها، ولا ما بتجيش؟ بتيجي طبيعي، إنما بنعدي منها بمساعدة الناس اللي أكبر مننا، الناس اللي فاهمة. يعني أنا مثلا مثال، اللي خلاني أعدي من المرحلة دي في يوم من الأيام هو أبويا الله يرحمه. الله يرحمه. نعم. مرة رحت سألته قلت له يابا، هو ليه الناس بتدعي للدين إذا كان الناس اللي ما وصلهاش الدين هيخشوا الجنة؟ سؤال ذكي. وراح لسعني بكف ايده، لوحني ظبطني، وانا من ساعتها وانا مقتنع باهمية الدين في حياة الانسان. مش المشكله هلا هل الاسلام صح ولا غلط، هو غلط طالما انت اخذه هيك، اجاك هيك بالباكج تبعك، نشأت عليه، مش انت مختار. اسلامك هو اللي غلط، مش هلا عم نحكي عن الاسلام كدين نفسه، اسلامك انت هو اللي غلط. وفعلا انا يعني رح اكون جدا متعجب اذا في اله يستحق العباده رح يقبل منك هذا النوع من الاسلام اللي انت اجاك هيك من دون ما تعرف ليش، بينما ما يقبل منك انه انت تعمل رحله بحث جديه. وهي النقطه اللي كانوا يخوفونا منها كثير، مثل ما كنت هلا عم تحكوا اصدقائي، كمان انا وقعت فيها لوقت بهذيك الايام، وانا صارت معي بفتره المراهقه يعني 18 سنه او 18 19 بهذيك الفتره. كان الموضوع المرعب موضوع انه بركي متت وانت عم تبحث، هيدي اللي دايما يخوفونا اياه ويكرروها رجالات الدين، بركي مت وانت بعيد عن الله، بركي متت وانت عم تزني، بركي متت وانت عم تشرب الخمر هيدا دائما التخويف التخويف يا شادي، مثل ما اللي عم تحكي. فانا بس بوقتها فكرت بيني وبين حالي، قلت دقيقه شوي، اذا الله يفترض بيعرف شو في بقلبي اوريدي، وبيعرف انا شو عم فكر، وبيعرف المعاناه العقليه اللي انا عم عايشها كل الوقت ليلا نهارا وانا عم حاول افكر بهيدي المواضيع، اذا كان بدي موت وانا عم دور عليه، يعني يفترض بديهيا يكون مبسوط مني اساسا، لانه هو عرفان انه انا عم دور عليه، هو عرفان انه انا مالي اوقفت او عملت بوز لالتزامي بالتعاليم الاسلاميه، خليني اقول، لانه انا مالي من الناس اللي بفيق ثاني يوم بيقول لك انا صرت ملحد. يعني الحياه ما بتصير بهذا الشكل، ما بتوقع انه ثلاثتنا مرينا بهيدي الحاله. بتعمل بوز شوي، بتبلش انت عم تفكر، بتلاقي حالك عم تبتعد شوي شوي والى اخره، الموضوع بياخذ تدريج. فانا وقت فكرت هيك قلت اذا انا بلشت اعمل بوز وانا عم اعمل الريسيرش تبعي، يفترض هذا الرب بيعرف انه انا ما عملت هيدا البوز لحتى انكح امي واختي، وبيعرف انه انا ما عملت هيدا البوست لحتى كل يوم خميس انا اروح اسهر بالكباري، هو بيعرف انه انا عم بعمل ريسيرش، انه انا عم بعمل بحث جدي مضني. فيفترض اذا متت وانا عم بعمل هيدا الريسيرش يعني اي شود بي ريوردد، لازم يعني هو يكافئني بدل ما انه هو يعاقبني منطقيا. وبصراحه اذا بده يكون غير هيك يعني فهذا لا يستحق العباده من الاساس يعني. يعني انتم كل هالسنين النقاش والحوار مو مستغربين انه لهلا دعاة اليوتيوب المشهورين ما بيجيبوا سيره الفلسفه، ما بيجيبوا سيره المنطق، ما بيجيبوا سيره نظريه المعرفه، ما بيجيبوا سيره القواعد المنطقيه؟ مو مستغربين ليش ما بيعملوا هذا الشيء؟ هل في اتفاق انه فعلا آلية التفكير تبع نظريه المعرفه والمنطق هي آلية جيده لرصد الواقع ومحاوله فهم الواقع؟ الاتفاق انا برايي نعم، فعلا بتعطينا نتائج ريلايبل، او خلينا نقول نتائج موثوق فيها شلون نتعامل مع الواقع. اي شيء له علاقه بالدين والايمان ما بيعطينا نتائج يمكن تعامل فيه مع الواقع، فليش ما نرجع على الشيء الاساسي اللي ما بيتطلب اصلا ضحى دينك؟ يعني وقت بنقول نحن خلينا نعلم الاولاد المنطق ونظريه المعرفه من الصغر، نحن ما عم نقول خلينا نعلمهم ان الله غير موجود وان سيدنا محمد عليه الصلاه، ما عم نعلمهم الاشياء سلبيه، عم نعلمهم شيء ايجابي، شيء بيسمح لهم يتعاملوا مع الواقع بشكل جيد ويصير صعب التلاعب بافكارهم. فليش ما نعلم الاولاد من البدايه يفكروا بطريقه سليمه ويوصلوا لاستنتاجات سليمه، من بعدها نعطيهم الدين؟ هون بتجي المشكله تبع ليش ما بصير هذا الاشياء، وليش دعاة وقتنا الحالي ما بيحفزوا، لانه هن بيعرفوا اصدقائي إذا منخلي الأولاد من صغرهم يتعلموا قواعد المنطق والتفكير النقدي والشغلات اللي بتسمح لهم ما ينضحك عليهم، تعرف شو بصير؟ بس يصير عمرهم بعمر ناضج وبنعرض عليهم الدين، أول شغلة بتخرج من الشباك فورا هو الإيمان بهذه الأشياء التي أقل ما يقال عنها خرافية. بامكانكم كلياتكم يا رجالات الدين كلياتكم تتركوا لي الاطفال من دون ما تعلمون دين ليصير عمره 18 ل 19 20 سنه، وتخليه يطلع اكاديميا بالمدرسه يقرا كتب مثل هيدي اللي وراي من الديانات حول العالم وياخذ قراره بنفسه. اتحداكم، فيكم تعملوا هذا الكلام؟ ولا انت بدك تبرمج لي إياه من هو طفل وهو صغير وهو عم يرضع حليب امه عم تعلم لي اياه على الدين، وعم تاخذه على الجامع وعم تغسل له دماغه بالتلفزيون وبالمدرسه وبالبيت وهو طفل ومراهق، وبعدين بدك تيجي تقول له والله شايف فكر ورجع لدينه، انه والله جد فكر ورجع، والله عن جد عم تحكي عن جد انت؟ اتركوا لي اياهم بالاول لحتى انا ما اقول له يشك، الاطفال كلهم يولدوا بنقاء الطبيعه، نحن اللي عم نبرمجهم، مو بس انت رجل السياسه رجل الدين، رجل السياسه عم يبرمج معك، ورجل الاقتصاد والايديولوجيات كله بيبرمج، بس نحن اللي عم مشان هيك عم بقول يشك
وقلت قبل شوي يشك بالكل حتى فيني، يشك بمبدأ الشك نفسه. هذا المفروض يصير لأنه بدي إياه يعرف هذا الكلام اللي علمنا إياه ريني ديكارت. وقال لك نحن لازم نوقف على الأقل. قال لك نفس الكلام اللي أنا عم بحكي، هي روعة ديكارت وقت كتبها قال بكل صراحة. وقت قال لك إنه نحن كنا في وقت ما في صغرنا ما عندنا الإمكانية لأنه نسيطر على عقولنا برمجتها، فمن هيك لازم على الأقل نقوم مرة واحدة في حياتنا أن نشك في كل شيء إلى أقصى درجة ممكنة، لأنه أنا بدي أتأكد هل حضرتك مبرمجني صح ولا مبرمجني غلط. فإنا نقول ضعوا قوانين حازمة رادعة جازعة في الدستور تغلق باب الحديث في وجه أي شخص يريد أن يبدي رأيا في الدين بإمكانه أن يحث الناس على التفكير، لأنه وكما نعلم فإن التفكير يؤدي منطقيا إلى ترك الدين. شو هالرهان انت، يا سلام قديشك محظوظ انه انت بالذات تتبع الطائفة الصحيحة. رقم واحد. رقم اثنين، انت الشخص اللي تتبع الطقوس الدينية، واسمها طقوس بالمناسبة، الطقوس الدينية كلها صح، تتبع الافكار اللي كلها صح. دي كل المشايخ وكل الملتزمين بالدين يتخانقوا ويتشاجروا عليها عبر التاريخ، مو بس الدين الاسلامي. انا برجع بقول عم بحكي بالدين الاسلامي لانه واضح كل اللي عم يتابعوني هلا على اللايف تقريبا لهم علاقه بالدين الاسلامي، لكن هذا الكلام ينطبق على كل شيء. الديانه الهندوسيه قد ايه انقسمت؟ مو بضع وسبعون، هذيك انقسمت لملايين الطوائف هنيك، حتى بعدين انشقت عنا بعض الديانات من بينات البوذيه طبعا، والبوذيه نفسها برضه صار لها هذا وضع طبيعي. المسيحيه كمان نفس الشيء، 70 72 طائفه مختلفين تماما وكله عم يكفر كله، نفس الافاده، كل واحد يعتقد انا الصح والباقي كلهم غلط. انت على شو عم تراهن؟ مفكر حالك انه انت مرتاح لانه انت على الطائفه الصح وانه انت كل شيء عم تعمله صح وانه انت بالنتيجه بالجنه يوم القيامه حتروح الجنه دايركتلي؟ هي غير بقى إذا بدنا نحكي بقى شغلات العقاب وأهوال عذاب القبر ويوم القيامة والشمس تدنو والشمس كذا والصراط المستقيم. هي لوحدة أنا وقت كنت طفل ومراهق وسمعت هيدي الدروس كلياتها والمحاضرات كانت تشيبني، ما نيمتني بالليل. شو الفوبيا؟ أنا أذكر نفسي كطفل أقول إنه يا رب ليش هيك حطيتني بهذا البوزيشن؟ ليه زتتني الزتة هي؟ فهنا بيتجنبوا الاشياء بتتطلب تفكير نقدي ومنطقي وبيلجأوا للتخويف والترهيب، لانه بيعرفوا ان الفكره الاساسيه، ما بقول بيعرفوا، اغلبهم ما بيعرف، اغلبهم هذه ربيانين عليه، لكن هذا دليل على هشاشه الفكره اللي بتنهار اذا ما تضيف عليها تفكير نقدي ومنطقي، وما بتنجح الا يكون فيها تخويف وترهيب، معناتها الفكره نفسها فيها شيء غلط صديقي. والمحزن بالواقع البشري انه اغلب الناس مثل ما حكيت مسبقا ما بيخافوا يخسروا الجنه تبع الدين تبعهم، وانما بيخافوا يروحوا على النار تبع الدين تبعهم. فلهيك إنهم بيبنوا على هي القصة الخوف، والبناء على الخوف هو البناء على المشاعر، وهي من أرخص التجارات ممكن نستعملها لحتى نقنع الناس بصحة الأمور. وإن كان الله عز وجل هي الآلية الوحيدة اللي بيقدر يستعملها ليقنع البشر، فأنا بتمنى يكون واضح ليش برفض هذا الإله. يا بيما احنا اهلنا ما ربناش على الدين طول حياتنا، تمام؟ عشان لما نكبر ونشوف شويه عيال زي ديت بتشككنا في اللي اتربينا عليه نسكت لهم ولا ايه؟ بدي أوصل لأرضية وقف عليها يا أخي. هذا عم يشدني من هون ويقول لي اخي صير مسلم سني، وهذا بيشدني لهون بيقول لي لا لازم تصير شيعي، وهذا بيشدني لازم تصير ازهري، وهذاك بيقول لي لا احنا السلفيه، الثالث بيقول لك هدول كلهم بدعه احنا قرانيين، والرابع بده يقول لك لا اخي هدول كلياتهم تعال عنا على الكنيسه مشان يسوع بيحبك، والثالث بده ياخذني لعند شهود يهوى، والرابع بده ياخذني يصير بوذي، والسابع حبيبي مع مين بدي يروح؟ انت مفكر ان شاء الله مفكر انه بس انت والكم شيخ اللي انت بتحبهم انتم اللي يعني عندكم المجادله الوحيده فلسفيا من شان وجود الله، وكل باقي البشر اللي عايشين بهايم؟ الشرق اسيا كلياتها بهايم. الناس اللي عندهم فلسفات وعندهم افكار اخرى ومبادئ اخرى وديانات اخرى، هدول شو بعمل فيهم؟ كل واحد عنده منظوره. كده الناس هتبدا تشك في دينها والدنيا هتبوظ. وما المشكلة في الشك؟ الشك هو بداية اليقين. يعني هل تلومون هذا الشباب على أن أفكارهم وآرائهم ربما تدفع البعض للتشكيك في المسلمات التي تربوا لا مش عليها؟ بنلومهم سعادتك، بس في نفس الوقت خايفين على الناس، خايفين على عيالنا. من ماذا تحديداً؟ من تشتيت الدماغ والتفكير الزيادة معليك. بدي انا بس مثل ما قلت انت ينحط على الطريق الصحيح في حالة التفكير، أن يكون شكاك، أن يسائل الأمور دائما، أن يبحث دائما ليش هيدا عم يعطيني هيدي المعلومة، ليش بالتلفزيون الفلان عم يخبرني بالأمر الفلاني، ليش رجل الدين قال لي كذا، ليش رجل السياسة قال لي كذا، ليش فلان على اليوتيوب ديفيد عم يقول لي كذا. بده يشكك بكل قصة ويبلش شوي شوي، رح يخبص، رح ينخبط، رح يضيع، رح يقضي ليالي ما ينام، حيتوه هيك وهيك، لكن يكون العجلة دايرة.
بس هو يبلش يدرب حاله على هيدي العجله انه كيف يمشيها شوي شوي، الوقت يعني بيحسن يبني عقليته. انا بدي كل واحد هو اللي يبني العقليه تبعه، ما ناخذ كوبي بيست عن بعض. وبعرف وقت بيراسلوني وبيفوتوا بحالات الاكتئاب وبيفوتوا بالقصص، اتس نورمال يعني. بتخيل هي مراحل عم نمر فيها وبدنا نمر فيها كلياتنا، يعني بدنا ندفعها كثمن لانه نبني عقليه حره. يعني الحريه غاليه كثير، انا برايي الحريه والحريه الفكريه بالدرجه الاولى غاليه كثير، وبتستاهل اي ثمن بيندفع لها بصراحه. راح سكت شوية كده، باصص لي، راح سايب المكتب وماشي.